من طبقات المادة اللي احنا شايفينها. الجن الحراس للأماكن المقدسة. في روايات قديمة بيقولوا إن الأهرامات والأماكن القديمة ما فيهاش حجر بيتحرك من غير إذن. ليه؟ لأن جن حارس واقف جوه الأنفاق والممرات بيمنع أي حد من الاقتراب. اللي جرب يقرب حس بأشعريرة وسمع أصوات مكتومة كأن في عين كبيرة بتراقبه. الأبواب اللي بتفتح بس بطقس معين. في الأهرامات في أبواب حجرية مش أي حد يقدر يفتحها، بتفتح بس لما طقس معين يتعمل، زي نطق كلمات أو حركات محددة. اللي حاول يفتحها بدون معرفة اختفى صوت خطواته ومحدش شافه بعد كده. همسات الجن. بعض المستكشفين قالوا لما تمشي في الممرات الضيقة تسمع همسات مش من البشر، أصواتهم مليانة غضب وحذر، وكأن الجن بيحذرك: ابتعد، ده مش مكانك. اللي سمعها جرب خوف ما يتمناش يحس بيه في حياته تاني. أنوبيس، إله الموتى وحارس الأهرامات. في الأساطير المصرية القديمة، أنوبيس كان إله الموتى الراعي على العظام والقبور، وده سبب إنه مرتبط بالهياكل والأهرامات. اللي غريب، بعض الباحثين بيقولوا إن التماثيل والرموز لأنوبيس في الأهرامات مش للزينة، ده جنس المكان بطاقة حماية. اللي بيدخل الممرات بدون احترام التقاليد بيحس بحضور مظلم، كأن عين أنوبيس بتراقبه وبتحكم على نيته. وبعض الروايات القديمة بتقول: من ينتهك أسرار الأهرامات يشعر ببرودة غريبة وأصوات خطوات خفية تحذرها، كأن الحارس القديم ما زال موجود ينتظر. لو الكلام ده عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وسيبوا لنا كومنت تحبوا نكشف ايه من أسرار الفراعنة، وتتوقعوا الفيديو الجاي عن ايه. استعدوا، لعنة الفراعنة لسه مخبية أسرارها، مستنية مين يكتشفها.